السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع موعد مباراة الزمالك القادمة مع المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة، وإليكم تفاصيل هذه المباراة ولكن بعد هذا الفاصل. بعد فوز فريق الزمالك على فريق حرس الحدود في المباراة السابقة بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم في إطار مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وسجل أهداف الزمالك في هذه المباراة الهدف الأول عن طريق اللاعب يوسف أسامة نبيه، والهدف الثاني عن طريق اللاعب أحمد سيد زيزو، والهدف الثالث عن طريق اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، والهدف الرابع والأخير عن طريق اللاعب أحمد سيد زيزو. ويستعد فريق الزمالك بعد هذا الفوز لمواجهة فريق المقاولون العرب في المباراة القادمة، وذلك في إطار مواجهات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين، ليكون الفارق نقطتين بينه وبين فريق الأهلي متصدر جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط من 7 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في 4 مباريات وهزم في مباراة، ليكون الفارق 10 نقاط بينه وبين فريق الزمالك. وسوف تنطلق هذه المباراة يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022 25/12/2022 في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، 6 مساء بتوقيت السعودية وقطر والعراق واليمن وسوريا، 7 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، 4 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. وسوف تقام هذه المباراة على ملعب استاد المقاولون العرب، وسوف تنقل هذه المباراة عبر قنوات اون تايم سبورت. هذا كل ما لدينا عن موعد المباراة، وانتظرونا في موعد مباريات قادمة بإذن الله تعالى، ولا تنسوا دعم الفيديو بلايك والاشتراك في القناة وتوقع نتيجة المباراة في التعليقات أسفل الفيديو. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.